السلام عليكم. غدا ان شاء الله نتمنوا المنتخب المغربي ان شاء الله الرباح، وحنا تايقين فيهم وان شاء الله حنا معاهم ان شاء الله تيحققوا المنتخب ان شاء الله وديما مغرب. السلام عليكم. اول حاجه الحمد لله حنا تايقين في المنتخب ديالنا، تايقين في المدرب ديالنا. كاين عندنا مدرب في مستوى، كاين عندنا الحمد لله لعابه في مستوى، يعني غادي تكون ان شاء الله المباراه غتكون مزيانه. عندنا توقعات بان الفوز غادي يكون المنتخب ديالنا ان شاء الله، وكنتمناو يكون حتى الكاس هو من النصيب ديال المنتخب ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو، هذه هي الارتسامات ديالنا والتوقعات ديالنا ان شاء الله، ونتمناو الفوز هذا هو اللي كاين. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من الله يعني توقعات اتمنى من الله تكون غدا ان شاء الله ليكيب ديال المنتخب الوطني حاضرة، وتكون واحد النتيجة اللي هي لصالح المغرب اللي يشرفوا البلاد ان شاء الله، ونتمنى الله لهم التوفيق، ونتمنى الله تكون نتيجة في صالحهم ان شاء الله. التوقعات ديالي ديال المغرب اللي لعبناها لحد مع المنتخب ديال بلجيكا كنظن غير ربح ان شاء الله، حيت اللاعب ديالنا مزيانين ولاعبين في مستوى. بالنسبه للمنتخب الوطني غدا ان شاء الله غادي يكون عازم ان شاء الله من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه، وما غتكونش حنا عندنا ثقه كبيره في الناخب الوطني السي وليد الركراكي. فكما شفنا على المقابله الاولى امام كرواتيا فقدم المنتخب الوطني واحد الاداء اللي هو كبير، اداء رجولي. فكاين واحد لا بيرسوناليتي، واحد الشخصيه ديال اللاعبين، كاين لاعبين حاضرين داخل رقعه الملعب. نتمنوا غدا ان شاء الله حنا واثقين في المدرب السي وليد من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه. وشكرا. السلام عليكم. التوقعات ديالي بالنسبه للماتش ديال غدا كنتوقع الفوز المنتخب المغربي بنتيجه 1-0 بحكم الاداء ديال واخا لي ماتش ديال اللي فات يعني ما كانش في مستوى التطلعات ديال المغاربه. كنتمنوا ان شاء الله هذا الماتش هذا يتحسن ويكونوا عند حسن تطلعات المغاربه. اش كنقول.